السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح الخير. أولا كده أنا لسه صاحي من النوم، كان عندي جامعة النهاردة واللي هو قلت إيه يا واد يا يوسف، ما يعني اللي هو ما تغيب واقعد ذاكر واستفيد بيومك، لأن إحنا مضغوطين حرفيا، وكل يوم كويزات وكل يوم امتحانات وكل يوم أسايمنتات، وما عادش حاجة عن الامتحانات، لسه حاجة بسيطة عن امتحان الميد ترم والفاينل. فهذاكر إمتى؟ هذاكر إمتى؟ ما هو أنا لازم أفكر برضه. فايه ده، انا راح اعمل قهوه عشان افوق. فقلت يا واد يا يوسف برضو اضرب عصفورين بحجر، انت لسه صاحي من النوم، فصور فيديو، صور فيديو وبعدها اقعد ذاكر يعني ان شاء الله يعني باذن الله. ف... فبس يعني ايه رايك في بدايه الفيديو؟ ايه رايك في بدايه الفيديو؟ ما شوف مختلف مختلف. المهم هعمل القهوه وعايز اكلمك في موضوع مهم والله. يلا. اه استنى كده الكاميرا نازل دلوقتي، قلت اما اروح اشتري اي حاجه اكلها مع الله يسلمك. ازيك يا كام وفيه؟ قلت اروح اجيب اي حاجه اكلها مع القهوه، بس عشان خاطر ان انا ما اشربش القهوه على الريق وكده يعني. فالمهم اقابلك بعد ما اجي بقى. تعرف يعني القهوه دي لما بشربها بحس ان القهوه دي معاها مفاتيح كده بتدخل جوه دماغي كده، تقعد تفتح تفتح تفتح، تلاقي نفسك مش فايق خالص. يعني مثلا لما كنا في رمضان كنت افضل مثلا ما بشربش قهوة، يعني احنا صايمين، واجي مثلا بعد الفطار اشرب كوبايه قهوه، يا سلام. مع ان انا مش بحب القهوه، يعني هو المشكله ان انا مش بحب القهوه، ومش من النوع اللي انا بشرب قهوه، بس بشربها ايام الدراسه، فاهم حاجه؟ ف لا بجد، لا اله الا الله، القهوه هتفور. القهوه ثانيه خليك معايا ثانيه واحدة. طب هقفل. تعرف بقى ان انا صورت الفيديو، يعني انا قعدت وكوبايه القهوه خلصت والله. صورت الفيديو، وبعد ما صورت كنت بحكي لك قصه صغيره كده، وبعد ما صورت لقيت ان كل اللي انا عملته ضاع اصلا. يعني لقيت ان في ضبابه كده على وشي، ووشي مش باين اصلا. هو مش لازم وشي يبان يعني، بس هو الفيديو حشيته باظ يعني. المهم كنت بحكي لك قصه، كان في راجل كان راجع من شغله تعبان جدا، وروح لقى ابنه تعبان تمام. فيعني اللي هو قال ايه، يعني كله يكون علشان خاطر ابني طبعا، فاخده وراح المستشفى علشان خاطر يكشف عليه. فهو قاعد مستني دوره، لقى الناس قاعدين حواليه، وكل واحد قاعد في مكانه، واللي ماسك تليفونه واللي ماسك كتاب بيقرا فيه، واللي قاعدين يتكلموا سوا وكلام من ده كله. فلقى شاب قدي وقدك كده قاعد ماسك المصحف وقاعد يقرا فيه. فالراجل تعجب وكان مبسوط منه، يعني اللي هو ان شاب في عمرنا كده وماسك المصحف ومختلف عن الناس اللي حواليه. فاللي هو قال عادي يعني، اللي هو تمام. فهو اتاخر في الدخول شويه للدكتور وكده. فلقى يعني عدى حرفيا يجي ساعه ونص، ولقى برضك ان الشاب ده ماسك المصحف وقاعد يقرا فيه، واللي هو تحس ان هو اصلا مش حاسس باللي حواليه، يعني كل حاجه بتحصل حواليه وهو اصلا مش في دماغه، فاهم؟ يعني كل حاجه بتحصل وهو قاعد بيقرا وبس. فالمهم فجاء ساعه صلاه المغرب، فقال ايه اما يروحوا يصلوا كده. فبعد صلاه المغرب الراجل الكبير ده إيه وقف الشاب، قال له استنى وكده. فبيقول له انت يعني اللي هو انا مبسوط منك جدا، ويعني انت شخص جميل انك قاعد بتقرا قران وكده، فيعني وبقالك ساعه ونص او كده بتقرا قران. فالشاب رد عليه رد جميل قوي، قال له ان انا الموضوع ده انا عملته من السنه اللي فاتت. كان واحد صاحبي قال لي انك تستغل وقت فراغك في قراءه القران، انك ما تسيبش وقت فراغك كده. فالشاب بيقول له يعني انت مثلا انت هتلاقي ساعه ونص في حياتك فاضيين كده ورا بعض امتى؟ يعني انت امتى هتلاقي ساعه ونص كده تقعد تقرا فيهم قران؟ فالراجل الكبير تعجب، يعني تعجب، واللي هو الكلام يعني ما سمعوش وطلعه من هنا، لا هو سمعه وفضل يفكر فيه، لدرجه ان هو بعد ما خلص راح اشترى يعني راح اشترى مصحف وبدا ان هو يقرا على طول، يعني مثلا بدا ان هو يستمر في قراءه القران وكده. فيعني بص انا عايز اقول لك حاجه، اللي هو دايما خليك مفيد، خليك مفيد لما تشوف حد مثلا تشوف اي حد، يعني خليه يعمل حاجه كويسه، حاجه ترضي ربنا، ان هو يقعد مثلا يقرا قران وكلام من ده كله. يعني هقول لك حاجه، انا مثلا كنت راكب في المواصلات مره، فكان راكب جنبي حد. ف... فالحد اللي راكب جنبي ده هو انا ما اعرفوش، بس اللي هو قلت يا واد يا يوسف، يعني ايه، انا كنت رايح اقرا قران. فاللي هو ما حبيتش ان انا اخبي وانا بقرا وكده، قلت لا باين عادي انك وانت بتقرا وكده، بحيث ان يعني اللي جنبك يشوف انك بتقرا فيقرا زيك، يعني انا دي نيتي، فاهم؟ فلما فتحت وقعدت اقرا وكده، يعني بعدها حرفيا والله العظيم بدقيقتين الراجل اللي جنبي بيبص عليا لان ان انا بقرا قران، فجاه لقيته قام مطلع تليفونه وقاعد يقرا قران زيي. ف... فاللي هو شيء جميل، فاهم يعني؟ ازيك يا ماما. ال... فالمهم
فلما تلاقي حد مثلا بيقرا يعني مثلا يعني لما تلاقي حد او كده حاول انك تفيد اللي حواليك، تخليهم يعملوا حاجه كويسه وكده. المهم هكمل في الاوضه، يا رب يكون الفيديو متصور حلو دلوقتي يعني. فبس اقابلكم في الاوضه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نيجي بقى نكمل الفيديو بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فيها ملحوظه كده، انا معلش على شكل المبهدل، تحس ان انت اول ما شفتني في اول فيديو كنت شكل، ودلوقتي بقيت شكل تاني خالص. بس خلي بالك ده شكل يوسف ايام الامتحانات، يعني اللي هو انا مش بحلق عموما يعني ايام الامتحانات، مش علشان حاجه والله، بس اللي هو بتيجي تبص كده اللي هو بحس ان انا يعني انا مش عارف، بس بحس ان انا هنزل اضيع وقت، مع ان انا ممكن اكون قاعد اهو انا بضيع وقت، بس انا بالنسبه لي ان الحلاقه دي تضييع وقت مش عارف ليه. فاللي هو انا بستنى مثلا قبل امتحانات العملي والشفوي بحاجه بسيطه ممكن احلق، او بحلق بعد الامتحانات يعني. فالمهم ندخل بقى في المهم. فبلاقي ناس كتير يقول لك ان انا مثلا انا وانا بذاكر، او ان انا مثلا يعني انا مثلا ان انا مش فاضي ان انا اقرا قران، ان انا بذاكر دلوقتي، انا مش فاضي انا عندي امتحانات مش فاضي اقرا قران. في ناس تلاقيها بتقول كده، واحد مثلا يقول لك ايه، انا في الشغل دلوقتي انا مش فاضي اقرا قران، واحد يقول لك ده انا في كذا انا مش فاضي اقرا. ايه مش فاضي يا حبيب قلبي؟ انا بس عايز اقول لك حاجه، ان القران بركه حرفيا. يعني ايه؟ تخيل ان انت الحرف بحسنه، والحسنه بعشرة امثالها، فمساء الفل، انت جميل. تخيل بقى انت بتقرا كم حرف، في كم كلمه، في كم ايه، في كم حسنات كتيره جدا. غير كده كمان حرفيا والله العظيم بركه، يعني بتبارك لك في كل حاجه. يعني انت مثلا عايز اقول لك حاجه، انت تفكر ان القران او وردك بتاع القران ده هل هو هيقلل من مذاكرتك، او هو مثلا هيحوش من وقتك؟ بالعكس يا ابني، ده هتبارك لك في مذاكرتك، المعلومات اللي انت قاعد تذاكر فيها دي هتبارك لك فيها. مثلا الوقت بتاعك ذات نفسه اللي انت شايفه ضيق ده هيبارك لك في وقتك. إيه، انت فاهمني؟ وانا الحاجه الوحيده يعني مثلا في صوره كده انا صراحه بحب ان انا اقراها الصراحه يعني. يعني حتى لو اليوم اللي ضايع مني قوي، يعني اللي هو اليوم اللي انا ما قراتش فيه خالص، حتى لو هقرا صفحه منها الصراحه، يعني سوره البقره. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال ان سوره البقره خلاص تمام اخذوها بركه، يعني ان هي هتبارك لك في يعني حرفيا في حياتك وفي رزقك وفي كل حاجه. تركها ايه؟ حسره. يعني ايه حسره؟ يعني انت ما كسبتش كل اللي فات ده كله، البركه والرزق والحاجات دي كلها خلاص انت خسرتهم الصراحه يعني انت اكيد فاهمني يعني. خلاص تمام. ولا يستطيع لها البطله. يعني ايه؟ يعني السحر والناس العيون بقى والحسد والسحر والكلام من ده كله مش هيعرفوا ياثروا عليك. الاقي واحد يقول لي مثلا يا يوسف انا محسود، انا مسحور، انا يا حبيب قلبي، اللي هو يقول لك انا مش عارف اذاكر اصل انا حاسس ان حد حاسدني، انا حاسس ان حد ساحر لي، انا حاسس ان حد معرفش ايه. استمر على سورة البقرة، وإن شاء الله إن شاء الله كل شيء هيتحل. يعني حرفيا هتقول يا يوسف يعني ما تقولش يعني، انا بقول لك اقرا سوره البقره قول لي حاضر. انت شايف يعني انت شايف الميزات اللي فيها. خلاص تمام. يعني انت شايف الميزات اللي فيها. طب استنى بس كده عشان ثانيه واحده هعمل حاجه بس. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فين يا واد يا يوسف يا يوسف يا يوسف؟ انا كنت عايز اشوف حاجه بس حاجه صغيره، ثانيه. عيان. تمام. ولا تستطيعها البطله، لان انا حسيت ان انا قلت ان انا قلت حاجه غلط في الحديث يعني. المهم ف فاللي هو حرفيا استمر على سوره البقره، استمر على قراءه القران، شوف السوره اللي انت بتحبها واستمر عليها، لكن انا بفضل وان انا بقوله لك استمر على سوره البقره. حتى يعني سوره البقره يعني لما بتتقرا في البيت خلاص تمام الشياطين مش بيدخلوا البيت ده. انت فاهم حاجه؟ يعني بيهربوا حرفيا من البيت اللي يلاقوا بيتقرا فيه القران او بيتقرا فيه سوره البقره بيهربوا منه. فانت خليك كده انت اللمبه المشعه بتاعت البيت، انت الجمال والحلاوه بتاعت البيت، فاهم؟ ف
لا، استمر على قراءة القرآن واستمر على الورد اليومي، اوعى تضيعه، اوعى تضيعه حرفيا، بركة بركة. انا عايز احكي لك موقف حصل معايا، والله العظيم والله العظيم حصل، وانا عايزك يعني انت لو وصلت لاخر الفيديو فانا مبسوط، تمام. المهم، كنت انا في ايام الميد ترم اللي فاتت دي، اقسم بالله العظيم كنت قاعد بذاكر، والله العظيم والله العظيم انا يعني مجهود عالي جدا، ان انا كنت قاعد اللي هو قاعد وازيد واقرا واعيد وازيد واحاول افهم وكل حاجه والدنيا كلها، وما كانش في كلمه راضيه تثبت في دماغي. صراحه انا كنت ساعتها قصرت في الورد القران بتاعي، اللي هو ما قراتوش اصلا و... واللي هو حسيت ان الموضوع برضو يعني انا ما فيش معلومات بتدخل دماغي، وانا في حاجه غلط، في حاجه غلط في الموضوع. قلت يا يوسف قوم صلي ركعتين. حلو، والله العظيم حصل وانا بصلي الركعتين، صوت في دماغي كده: يا يوسف اقرا الورد بتاعك وانت هتذاكر. والله العظيم حصل، اقرا الورد بتاعك وانت هتعرف تذاكر. بنفس الطريقه كده، اللي هو انا خلصت الصلاه، فين الورد بتاعي؟ فين الورد بتاعي اللي انا ما قراتوش؟ يلا اقرا الورد بتاعك. والله العظيم بعد ما قرات الورد بتاعي من هنا، ما في معلومه قراتها الا ما كانت بتثبت في دماغي، واللي هو يعني قبل ما اقرا الورد غير لما بعد ما قراته. الموضوع غريب يعني، الموضوع عجيب، والموضوع اللي هو انا بقول الحمد لله، اللهم لك الحمد. انت فاهم قصدي ازاي؟ ورد القران ده ما ينفعش تضيعه ابدا، ايا يكن، يمين شمال ما ينفعش تضيعه. فبس ده اللي انا كنت عاوز اكلمك فيه، وبس. وانا كنت كل فيديو، قلت الفيديو اللي فات قلت لك ده اخر فيديو، ما حطش عامل تاني، لو بص انا هخلص امتحانات. بس الفيديو ده انا صورته، انا قلت لازم اصوره دلوقتي، تمام. لان انا محتاجه وانت محتاجه، كلنا محتاجينه يعني الصراحه. فقلت اصوره حتى لو مش هنزله دلوقتي، وانزله بعد يومين ثلاثه كده ولا حاجه. بس قلت ان انا لازم اصور الفيديو ده الصراحه. ف استمر على قراءه القران. يعني انت يعني حرفيا بتترفع درجات في الجنة، واللي هو ربنا يخليك تقرأ القرآن يوم القيامة زي ما كنت بتتلوه في الدنيا. حاجات كده جميلة جدا، انت فاهم. فاستمر على قراءة القرآن. انا بحاول ان انا يعني بص، انا ببسط لك الموضوع خالص. انا بتكلم بطريقتي، فاهم حاجة؟ يعني اللي هو الكلام باللغه العربيه الفصحى جميل جدا وكل حاجه، بس انا بحب اتكلم بطريقتي. بحب ان انا اكون بسيط خالص في كلامي، لان دي طريقتي في الكلام، فاهمني؟ فبحب ان انا اتكلم بطريقتي، ما بحبش ان انا يعني اقعد اقول باللغه الفلانيه وبالاسلوب الفلاني. ليه ما انت فاهم؟ احب ان انا اكون طبيعي، يعني عشان خاطر حتى ما توترش وانا بصور. لا لا، انا بكون بصور وكانك انت قاعد قدامي فعلا وانا بكلمك، يعني فاهمني؟ ف انا ما كنتش كده في الاول. ما كنتش كده في الاول خالص والله. المهم بس يعني انا بقيت كده، انا كده. المهم، ف يعني انا اكون مبسوط جدا، واتمنى يعني انك تبدا تقرا القران وتاخد بقى قرار من النهارده. جدولك تستمر. يعني مثلا انا في جروب تليجرام انا عامله، الجروب ده حاجه ستادي ويز مي كده، تمام. فالجروب ده انا مثلا يعني في 3 جلسات مثلا مذاكره في اليوم، مثلا من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 1 الظهر، ومن 2 لحد الساعه 7 المغرب، ومن 8 لحد الساعه 1 بالليل بقى، اللي هو خلاص اخر جلسه. فقبل كل جلسه، اول جلسه بنقرا قبلها اول 100 ايه من سوره البقره، تاني جلسه تاني 100 ايه من سوره البقره، وبعد كده بتذاكر يعني. تالت جلسه بتقرا اخر 86 ايه من سوره البقره. فيعني انت بتلاقي ان اليوم متقسم، هتقرا سوره البقره كل يوم، ومنها هتذاكر، ومنها هتلاقي في بركه في مذاكرتك، وهتلاقي كل حاجه تمام. وانا مش بتكلم انت ليه دايما بتخليني يعني مثلا بتلاحظ ان انا بتكلم على اللي هو مذاكره وانت بتذاكر؟ ما ممكن يكون في حد كبير بيتفرج عليك، ما هو حد كبير، حد في الجامعه. فهو انت بتذاكر برضه، فهو انت يعني انت فاهمني. وحتى لو حد كبير وشغال في شغلك، يبقى في بريك كده في النص، اقعد اقرا قران. فاهم حاجه؟ مش هيعطلك والله العظيم، بالعكس ده هيبارك لك في شغلك. ايا يكن انت سنك ايه، عمرك ايه، ايا يكن انت ايه، فلازم ابدا من النهارده. ف دي حاجه كنت لازم اتكلم فيها. الفيديو تلاقيه طول، والله اعلم هو طول قد ايه الصراحه. إيه، بس اكيد برضه انت اكيد وصلت الفيديو للاخر، يعني انت اكيد ما فصلتوش في الاول يعني. فبس، وانا قلت انا لازم اصور الفيديو ده بالرغم ان انا عندي امتحانات، بس انا قلت لازم اصور. وبس.
يلا سلام.